كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بقراءة القرآن في رمضان، كان يدارسه صلى الله عليه وسلم في ذلك جبريل عليه السلام، حتى كان العام الذي توفي فيه فدارسه القرآن مرتين. وهذا استدل به أهل العلم على مشروعية تكرار الختمات في القراءة في رمضان. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فإن لكم بكل حرف تقرؤونه في الحديث الآخر 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة ب10 أمثالها. فينبغي لنا أن نحث الناس على هذا ونكون أول المسارعين. وقد أدركت أنا أحدثكم وأنتم ولله الحمد لعل بعضكم أدرك من الكبار في السن من يختم 15 ختمة في رمضان، كل يومين ختمة، 15 ختمة. ثم أدركنا طبقة دونهم 10 ختمات، وأعرف منهم قرابة 7 لا يزالون أحياء، وأعرف منهم إلى الآن من يختم في الأسبوع مرتين، ختمة ليلية وختمة نهارية. إلى الآن ما تغير وضعهم، مستمرون على هذا إلى الآن. فقراءة القرآن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله في جميع الأوقات، وفي شهر القرآن خاصة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل هذا القرآن العظيم، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فينبغي لنا أن نهتم بقراءة القرآن وألا يشغلنا عنه شاغل. فمن كان عنده العمل في النهار فلا بأس ليجعل قراءته العصر، ولا يذهب عليه العصر وفي الأسواق وراء المأكولات، وإلا فليجعل منه جزءا في الليل، ولا يذهب عليه الليل وهو في السهرات التي لا فائدة فيها. هذا القرآن العظيم يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يقول محاجا عن صاحبه: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويأتي الصيام ويقول: منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، وهما رفيقان. هذا ظرف زمان نزول القرآن وهو رمضان، وهذا الكتاب المبارك أنزل فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالواجب علينا أن نعتني به.